لو الجو حر وعايزة تعملي مشروب سريع، يبقى تعالوا نعمل النهاردة احلى ايس ميلك شوكليت. هنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا بمكونات بسيطة، مش هياخد معاكي وقت خالص، وفعلا هتشربي احلى مشروب في الحر. بنروح نجيب الكوباية زي دي كده من الكافيه، بنجيبها ب60-70 جنيه. طب على ايه بقى؟ كل ده كلفني 30 جنيه في البيت، وعملنا احلى ايس ميلك شوكليت. عملناه بطريقة سهلة جدا بشكل جميل زي ده كده اهو. مش هياخد معاكي وقت خالص، وفرحي ولادك باحلى مشروب في الحر. وعملت برضو الشوكولاته اللي هي الاقتصاديه بطريقه جميله قوي اهي. دي اللي انا مزينه بيها الكوبايات، طريقه سهله جدا وطريقه حلوه. بس قبل ما نبدا تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي. اول حاجه هبدا بيها، هبتدي اعمل كريم شانتيه عشان ازين بيه مش اكتر. وهحط كده دول 3 معالق كريم شانتيه خام. هنزل كده بالكريم شانتيه كده. ضربت الكريم شانتيه اهو، هحطه في الفريزر بقى. انا المشروب ده بصراحة انا بحبه لانه مش مكلف خالص. هنجيب كوبايتين حليب، وتجيبي ب10 جنيه شوكولاتة خام وتسيبها عندك طول الشهر، هتعملي منها كتير. والحليب بقى تجيبي كوبايتين حليب كده على معلقتين كاكاو خام. وانزل بقى بالحليب على حسب الكمية اللي انت عايزاها. بسم الله. لو جالك ضيف فجأة وما عندكيش حاجة تقدميها له، دي احلى مشروب وبيبقى تحفة بصراحة. وانزل بقى دول 4 معالق سكر. بالنسبة لي كمية السكر كده مظبوطة، حابة تزودي سكر دي حاجة ترجعلك. هضرب بقى كده كده. ضربته كويس جدا عشان السكر برضو يدوب معايا. هبتدي بقى انزل كده بشوية تلج كتار كده حبة حلوين. هحط بقى معلقه كريم شانتيه من اللي انا عاملاها دي. الخطوه دي اختياري على فكره، حابه تعمليها تمام، مش حابه براحتك، بس هي برضو بتدي طعم معايا. هبدا بقى احطه هنا كده في الشفشق ده. بسم الله. وبعدين بقى هبدا ازين بصوص الشوكولاته اللي انا كنت عاملاه معاكم برضو في القناه. لو عايزينه احط لكم اللينك بتاعه. التزيين ده على حسب رغبتك، حابه تعملي الخطوه دي تمام، مش حابه مفيش اي مشاكل. بصوا القوام بتاعه متماسك ازاي، احلى من اللي انا بجيبه من بره كمان. وابدا انزل كده. هنزل برضو كده بالشوكولاته في ارضيه الكاس بالشكل ده كده. ومعايا مضرب النسكافيه ده، هعمل كده بالشكل ده كده بمضرب النسكافيه اهو. وانزل بقى بالايس ميلك شوكليت، وابدا بقى زين بالكريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه ده خطوه اختياري، هي بصراحه مش محتاجه، بس انا برضو زي ما قلت لكم عشان التصوير. معايا برضو شوكولاته اللي هي القوالب دي انا بشراها. هبدا انزل كده برضو كده. خلصته بقى بالشكل ده. بصوا شكله حلو قوي وطعمه حقيقي تحفه. لو عايزين برضو اللينك بتاع الشوكولاته دي هحطها لكم برضو في صندوق الوصف، عشان لو حد حابب يعملها. طريقته سهله جدا ومش مكلف خالص. هتجيبي كوبايتين حليب، تجيبي ب10 جنيه كاكاو خام، هيقعد عندك فتره طويله. واعملي لولادك وروقي عليهم. شوفي انت لو بتجيبي الكوبايه دي من بره بتبقى بكام في الكافيهات. عملناها بطريقه الكافيهات بكل سهوله في البيت. كده خلصت وصفتي بكل سهوله. اتمنى تكون الوصفه نالت اعجابكم. ولو عجبتكم بقى الطريقه لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.